حبايبي وحشتوني قوي، بحبيكوا طبعا، بحبيكوا دي بتاعتنا. هنعمل النهارده مع بعض باتيه في البيت بطريقه سهله خفيف وصحي طبعا. اتفقنا على الكلام ده. هنحط كوب لبن دافي، الكوب التاني، معلقه ونص خميره عشان محدش يتنمر عليا، معلقه بينك باودر، وحبه ملح اللي هما ايه السنه عليا. نحط مع بعض معلقتين خل، قولوا لي معلقتين الخل دي ليه؟ هقول لكم عشان العجينه تبقى هشه. وهننزل بنص كوب زيت، معلقتين سكر، معايا هنا ايه 3 بسم الله. طبعا احنا هنا عايرنا مع بعض 5 كوبايات من الدقيق. خلاص مش هحط ال5 دقايق، مش هحط مش هحط ال5 كوبايات. احط كده لحد ايه نقلب كويس. بسم الله. انا اتحكم في الدقيق، مش الدقيق اللي اتحكم فيه. ننزل بحبة دقيق كمان. لسه نضيف دقيق حبة في حبة، بس طبعا مش هينفع نعجن غير بايدينا عشان تحس الملمس بتاع العجينة. بسم الله. عشر دقايق كده نفضل نقلب فيها. بتلزق، او احنا عايزينها تلزق حاجه بسيطه، فهنضيف برضو كل ده. احنا من ال5 كوب ضفنا طبعا العجينه، سيبناها شويه عشان تخمر تستريح. بصوا بصوا ما شاء الله. نعمل ايه بقى؟ نضيف حبه دقيق كده، طبعا الخامه تبقى نظيفه وتبرد كده. وننزل عليها العجينه. احنا مش هنفرد العجينه قوي ومش هنخليها سميكه، يعني الوسط.
الحشو بقى الحاجات اللي انتوا عايزينها، يعني الحاجات اللي اكتر حاجه انتوا بتحبوها اعملوها. جبن، شوكليت، مربى، اي حاجه اي حاجه. احنا كده ايه خلاص. بصوا يا جماعه، احنا ايه مش سخنا الزبده، يعني احنا عايزينها كده مش عايزينها سايحه. بعد كده ايه هنعمل كده عشان تبقى مورقه. اصرفوا شويه ما تخافوش. أما براوة براوة أما براوة دور حبيبي براوة. أهم حاجة في العجينة إن احنا هنخلي ايه سمكها واحد، مش حتة تخينة حتة رفيعة، على قد ما نقدر يعني. سهلة وهتعجبكم، حاجة في البيت كده وهتطلعوها احسن من تشتروها من بره، انا متأكدة. كفاية بس ان انتوا بتخدموها خامات، مش هتحطوا اي حاجة. بس كده انا خلصت الزبدة، زودت الزبدة مش عارفة انا بحبها. تمام، نبتدي بقى ايه لحد ما نجيب نقطع كده. بسم الله. ماشي، عايز كلمة مسموعة. الصينية طبعا هندهنها بالزيت. خلاص كده. بصوا يا جماعة، اي حاجة في البيت حابين تحشوا بيها الحاجة اللي انتوا بتحبوها. في ناس بتعملها سادة، بس انا ايه قلت عشان اوريكم الحشوة بتتحط ازاي. تمام، لو جبنا اللي هي الشوكولات السايح ده، هو اسمه ايه محدش يعمل زيي، محدش يعمل زيي. احط لهم الشوكولاته دي وبعيط. الشوكولات السايح لو هنحطه بنضيف بس حبه دقيق على الشوكولات عشان ما يطلعش الحشوه، ما تطلعش بره العجينه كده. مش عايزه ازود شوكولات. جبنا زيتون مخلي، الحاجه اللي موجوده في البيت يا جماعه، يعني لو مش بالحاجه دي هيبقى طعمها مختلف. لا، ممكن نعمل ناحيه واحده بس زيتون. اعملوا كتجارب يعني.
خلي فيه مسافة عشان خاطر ايه لما ترتاح متلزقش في بعضها. مش عايزه اقول لكم ريحه العجينه في البيت جميله وخير حلوه قوي. هنغطيها برضو هنا بعد بقى ما سيبناها شويه نص ساعه. بقول لكم ليه بقى نخلي فيه مسافات عشان بصوا عشان ما تلزقش في بعض. ما شاء الله يعني احنا كنا سايبين مسافه يعني مسافه بس هي خمرت. هندخلها على الفرن على طول. دي بقى الناس اللي عامله دايت يعني ما ندوقهمش ندوق بس بطريقه ملحوظه. بسم الله. بصوا بقى ايه طلعناها ريحتها جميله جدا وهي سخنه كده. مش عايزه ادهنها بزيت انا عايزه اخليها بالزبده. اصلا الزبده عشان حته صغننه كده عشان هي سخنه فبتسيح بسرعه. بصوا على قد ما كنا سايبين لهم مسافه بين بعض ان هما ايه نفشوا زادت ما شاء الله. ده بالشوكليت تمام. ده بالجبنه والزيتون. بصوا شكله اصلا عامل ازاي. مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. مورقه كده يعني ما خدتش وقت يعني ما شاء الله ما شاء الله. عملنا اللي هي بالجبنه جبنه حطينا عليها زيتون ودي عملناها بالشوكولاته ممكن يحلوا بيها ولسه في بالتونه من 5 كوبايات دقيق وحاجه في البيت دهنت الوش بتاعها بالزبده. بصوا اصلا شكلها جربوه هتعجبكم قوي. طبعا المنيو ده للناس اللي عامله دايت بس بجد مش حلو